وبما اني رحت الشاطئ هنا فتعالوا اقول لكم كام حاجة عن الشواطئ في دبي. هنا في الشواطئ مفيش حاجة اسمها كرسي يا استاذة، شمسية يا بني ادم، عائلات، مفيش كراسي ولا شمسيات ولا حتى ترابيزات، ودي حاجة وحشة. هنا مفيش حاجة اسمها على فريسكا، مفيش بتاع عوامات، مفيش بتاع بلوزات، مفيش بتاع كلوتات. جينا للكلوتات، هنا مفيش حاجة اسمها مايو. هو الموضوع بيصل لغاية البيكيني فقط. اللي تلبس مايو شرعي او بنطلون او تيشيرت يتبص لها بص ايه ده؟ انت ايه بالظبط؟ الست عندها يجي 70 سنة ودخلت قدام عيني كده عملت كده. وراحت مشلحه ونازله على الميه. هنا مفيش حاجه اسمها تذكره دخول الشاطئ، الشواطئ كلها فري ملك الناس. هنا ما ينفعش تروح الشاطئ من غير ما تعمل تان. انا عامل تان من امبارح يا جماعه، باين عليا التنتنه ولا مش باينه؟ هنا مفيش حاجه اسمها كيس شيبسي او ازازه مرميه على الشاطئ، اللي بيرمي حاجه على الشاطئ بيدفع غرامه. رمله الشاطئ انضف من حياتك، والكحه هنا بفلوس. هنا وانت رايح الشاطئ لازم تبقى معاك عربيه، مفيش ولا تكاتك ولا ميكروباصات. واذا قررت تركب تاكسي فستلبس خازوقا كبيرا للغايه، هتقع فيما لا يقل عن 150-200 درهم، يعني بالمصري 2000 جنيه يا راجل يا كحيان. وان ركبت المترو وقلت اخدها بالمترو اوفر لي، فانت هتمشي مشي ما مشيتوش في حياتك. هنا الشواطئ ما عليهاش دش، مفيش دش، مفيش حمام. تطلع من الميه تنشف بالفوطه وتمشي بملحه، او هم حرفيا بيمشوا بالكلوتات عادي. مفيش ولا ام سعاد جايبه صينيه محشي ويلا يا عيال عشان تاكلوا، ولا العيله الجميله ديت ملمومه وبيطلعوا العيال من الميه عشان يلحقوا الرنجه. كل واحد في حاله هناك وكل واحد مع نفسه. الشاطئ زحمه بس رايق. بس بصراحه مصر تكسب في حوار الكراسي والشماسي والحمامات. هنا مفيش حاجه اسمها بس بصراحة مصر تكسب في حوار الكراسي والشماسي والحمامات. بس ده انت راجل كلح في ايه يا عم؟